حمدي سفيرة انتهاء الشوط الاول واعلان تقدم الاتحاد السكندري على بتروجيت بهدف المقابل لا شيء. الهدف سجله عبور لاند بتقولك الشوط الاول انتهى. هذه المباراة برعاية عبور لاند. يعني روح الفريق وريتنا حلوة وفي الملعب لعبنا دايما كريم يفوت بأي فهم ولا أجنى بالريمة لاعبين عشان الفوز ما نعرفش الهزيمة خايف لحظاتنا تتمنى تختفي بتروجيت شعلة عمرها ما تنطفي لا 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 بتروجيت شعلة عمرها ما تنطفي. استاد كورة اف ام. الجبنة الأصلي الجبنة الأصلي طعم الجبنة الأصلي. عبور لاند طعم الجبنة الأصلي. الاتحاد سيد البلد في اسكندرية هنا نحبوه من سيدي بشر لأبو العباس وراه بنشجعوه زي المغامرة رايحة وجاية هنا أو حتى في أي بلاد أنا ما نحبوش نكتبه أبدا غير باسم الاتحاد. مدد 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 الاتحاد سيد البلد مدد 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 الاتحاد سيد البلد. استاد كورة اف ام. طعم الجبنة الأصلي الجبنة الأصلي طعم الجبنة الأصلي. عبور لاند طعم الجبنة الأصلي. انتوا لسه بتسمعوا استاد كورة اف ام مع كريم حسن شحاتة، كابتن سامي الششيني، كابتن شادي محمد. استاد كورة اف ام. الاتحاد السكندري سيد البلد بيتقدم 1-0 على بتروجيت. الهدف عن طريق محمد سالم، ونقدر نقول يعني الاتحاد هو الافضل رغم ان في فرصه كانت خطيره جدا لنادي بتروجيت وجت في العارضه وكانت ممكن تكون هدف عن طريق ناصر ماهر لاعب بتروجيت، ولكن الاتحاد متقدم 1-0 في استاد برج العرب. كابتن سامي، كابتن شادي، يعني الشوط الاول رايكم فيه ايه وتقدم الاتحاد 1-0؟ عجبني دخول نادي الاتحاد في المباراة، كان مسيطر من البداية. الاتحاد كمان بشكل عام الشوط الأولاني هو الأفضل، هو اللي شكله أفضل، حتى الجماعية في الأداء باين نادي الاتحاد مسيطر على وسط الملعب، على عكس ما عجبنيش بتروجيت في دخوله المباراة، كان بطيء. وده واضح من التجانس، خصوصا اللي هو النهارده بيضم 6 لاعبين بيلعبوا متغيرين في التشكيلة بشكل كبير جدا. دي الحاجة اللي أنا عايز أتكلم فيها. نادي الاتحاد النهارده عنده مفاتيح لعب مهمه جدا وبيعمل حاجه محترمه مع محمد سالم، عشان كده كابتن مختار حطه هو جاب بس محمد سالم بيعمل زياده عدديه مع كاسونجو جوه ال 18. ما مجرد ما حازم امام يستلم الكوره ويعمل اي اختراق بتلاقي بيدخل جوه الصندوق على طول محمد سالم مع محمد اسامه، ومن تحتهم بقى نور السيد وعاشور الادم. كمان قبل الهدف، قبل ما اتكلم على الهدف، احمد الشيخ لعيب مهم جدا في نادي الاتحاد، لعيب كده عنده لا مركزيه. مجرد ما كيلو كوره خفيفه الحركه دخل بكوره، اعتقد بعد عدى من واحد عدى من 2، لو عملها بشماله كان عنده الوقت، هو شاطها ضعيفه في المرمى من ناحيه الشمال، لو عملها بالعرض الكاسونجو فرصه هدف 100%، بس شاطها ضعيف. خليني اكلمك على الهدف. ودايما لما بنتكلم انا ما بحبش التقييم زي ما اتكلمنا كتير جدا، التقييم اللي هي على فكره اللقطه الاخيره اللي تبان في الصوره. خليني اشرح للساده المشاهدين عشان نحاول نقنع الناس دايما المستمعين نقنع الناس بكلامنا وننقل لهم المفروض الصوره اللي احنا شايفينها. البدايه
كوره مع بتروجيت في وسط الملعب، باص خاطئ، الفريق كان في حاله اللي انت عارفه كريم بتطلع بالكوره، فبطلع الكوره بتطلع سليمه، فرقتي بتبقى في حاله هجوم، بدايه الهجمه قبل الهدف ما يجيب الاتحاد كانت في رجل بتروجيت، باص هو في وسط الملعب بالخطا نادي الاتحاد، باص في العمق، وبعد كده طلعت على الطرف اتلعبت بالعرض، كاسونجو بيعمل دبل كيك، قلشت منه شويه، خبطت في ايد علي فتحي، اتهيأت لمحمد سالم جوه السكس يارد. فدايما ما نبصش للخطأ من عند السردباكات بس، لان الكوره في البدايه كانت في رجل بتروجيت اصلا، انا مررها على جنب او طرف من الاطراف كان الموضوع هيبقى بسيط. لكن خليني اكلمك على مجمل الشوط الاولاني، بتروجيت ما ظهرش بالشكل الجماعي اللي احنا مستنيينه واللي احنا متعودين. ما عدا كره واحده بتاعت ناصر ماهر هو لعيب متميز جدا، منتقل اعاره من النادي الاهلي، لعيب متميز وعملها ولا اروع. لكن بشكل عام الاتحاد افضل، الاتحاد مسيطر، الاتحاد كورته الجماعيه افضل من بتروجيت بكتير. طعم الجبنة الأصلي، الجبنة الأصلي، طعم الجبنة الأصلي. عبولاند، طعم الجبنة الأصلي. 1-0 الاتحاد السكندري على بتروجيت بهدف لمحمد سالم. عايز اقول لكم داخل نادي الزمالك من حوالي ساعه الدنيا مقلوبه، يعني بسبب تذاكر المباراه القادمه للزمالك وصن داونز، وحصل اقتحام من جماهير نادي الزمالك للنادي. داخل النادي دخلوا النادي حوالي يعني 5-6 آلاف مشجع زملكاوي عايز تذاكر، وحصل برضو ان هم خدوا تذاكر بالقوه يا كابتن سامي. وانا شايف ان الخطا من نادي الزمالك، يعني لازم جماهير كريم ما ينفعش يتوزع تذاكر جوه النادي، لازم يبقى في منافذ بيع تذاكر في كل حته في مصر، يعني 70-80 الف متفرج اللي رايحين، ولا 60 ولا 50، التذاكر تتوزع، يحط اكشاك منافذ توزيع او بيع تذاكر في مناطق مختلفه، في مدينه نصر وفي المهندسين وفي اسكندريه وفي كذا حته. لكن غلط جدا ان انا اوزع تذاكر داخل نادي الزمالك. بص يا كابتن كريم، يمكن الموضوع ده اتعمل قبل كده، حصل اقتحام يعني برضه عشان انا هقول لك انا القصه، اللي انت عارف انا موجود في النادي على طول، الكلام ده حصل اكتر من مره، نفس الطريقه دي، انك بتخش بيجمع الجمهور جوه الصاله المغطاه، بتاخد فرد بياخد التذكره بتاعته وياخد بعضه ويخرج، بيجمعهم الاول في المبنى في الملعب، وبعدين بيخش اجزاء للصاله. ده الكلام ده امتى؟ في المباريات الماضيه، النهائي كتير جدا، العدد اللي جه كتير جدا فوق ما حد توقع. وزي ما شفت انت اقتحام للملعب، واقتحام لانهم دخلوا المبنى الاداري نفسه، مش كمان مش في الجزء بتاع الملاعب، لان الاول كان كله بيتجمع في الجزء بتاع الملاعب مع الصاله، انت عارف دول مفصولين عن الاداره. الناس اللي ما تعرفش، في جزء كده منعزل عن النادي ده، في الملاعب بتاعه الكوره مع الصاله المغطاه مع ملاعب الناشئين. لا ده هم اقتحموا كمان الملعب، واقتحموا الباب بتاع الملعب، ودخلوا على الاداره، على المبنى الاجتماعي بتاع النادي اللي احنا شفناه في الفيديو اللي انت شفته ده، الاقتحام اللي احنا شفناه. لكن هو من عدد ومن الكثافه طبعا ما حدش يقدر يعمل كنترول على الناس دي، فكان شكلها مش كويس. فانا ما اعرفش وصلت لايه الحال دلوقتي، الموضوع ده كان من حوالي ساعه او ساعه ونص، فما اعرفش بقى وصل ايه، لان كان العدد كبير جدا. اقتحم يعني عايز اقول 2000-3000 متفرج او مشجع او زملكاوي النادي عايزين تذاكر، ودخلوا خدوا، يعني كان في ناس معاهم، شفت الناس بتجري بتاعت اللي معاك تذاكر، يعني شفنا كذا فيديو دلوقتي. الامور صعبه جدا داخل نادي الزمالك، وبقول الخطا ده من داخل الزمالك، لان الخطا ده يعني ايه اللي يخليني اوزع تذاكر جوه النادي؟ يعني المره دي في العدد كبير، ونهائي افريقيا واستاد برج العرب وناس كتير هتروح، فلازم يبقى في منافذ بيع تذاكر خارج النادي تماما وفي مناطق مختلفه، ويبقى كابتن سامي كل واحد مثلا عنده ماكسيمم او حد اقصى في شراء التذاكر، يعني مثلا كل واحد 3 واحد عايز يروح. هو اللي انا قريته ان هو كاتب 4 اقصى حاجه، او 4. لا كانوا كاتبين كده ان اقصى حاجه اللي هياخد 4 تذاكر. خلي بالك في نقطه انتوا مش واخدين بالكم منها، اللي في نادي الزمالك فيه اعضاء كتير بيبقوا داخلين، بيبقى شكل الجماهير وهي داخله تاخد التذاكر، لو دخلت جوه النادي بيبقى شكل مرعب جدا جدا، فما ينفعش ادخل جماهير على الاعضاء جوه النادي، بيبقى في ناس كبار في السن ممكن يتخضوا، لان شكل الجماهير كل واحد بيحب نادي الزمالك، عايز يروح ياخد تذكره، ومن حقه اللي هو يشجع فرقته، من حقه اللي يبقى ياخد تذكره. بس انا متفق معاك، التذاكر مكانها منافذ البيع، مش مكانها جوه النادي. طعم الجبنة الأصلي، الجبنة الأصلي، طعم الجبنة الأصلي. عبولاند، طعم الجبنة الأصلي. انتوا لسه بتسمعوا استاد كورة اف ام مع كريم حسن شحاتة، كابتن سامي الششيني، كابتن شادي محمد.
مستني رسائلكم على صفحتنا على الفيسبوك استاد كرة اف ام بخصوص حاجتين. الحاجه الاولى توقعاتكم الماتشات النهارده، وثلاث ماتشات: الاتحاد مع بتروجيت، سموحه مع المصري، والاهلي مع اسوان. وايضا ايه رايكم في مجموعه منتخب مصر في بطوله افريقيا؟ القرعه كانت امبارح، ومصر مع اوغندا وغانا ومالي. الاربع فرق دول ان شاء الله هيكونوا مجموعه منتخب مصر، اوغندا، مالي وغانا. كابتن سامي، ارجع تاني لمباراه الاتحاد وبتروجيت. رايك في الشوط الاول وتوقعاتك للتغييرات في الشوط الثاني؟ يعني اكيد كابتن طلعت يوسف مغلوب 1-0 وعايز يعدل، عايز يرجع للمباراه. بص، هو الشوط الاول كان بالظبط 13 دقيقه، يعني دول المتعه كانت في اول 13 دقيقه، اللي هي الفتره كانت الاستحواذ الاتحاد على الفتره دي، انتشاره. يمكن اضاع فرصه في الدقيقه 4 عن طريق احمد الشيخ، استلم وراوغ ودخل راوغ طه عادل من ناحيه الشمال الاتحاد يمين بتروجيت، ودخل على 6 ياردات لوحده. طبعا لما راوغ باليمين راح جات له على الشمال سددها، ولكن علي فرج كان سدد الزاويه اللي هي القريبه الزاويه بتاعته اللي هي الضيقه دي وصدها. ايوه. بعدها على طول في الدقيقه 13 كانت الهجمه، كان الموقف البتروجيت كان في موضع هجوم، الكره اتقطعت في نص الملعب من شبيطه. اول ما قطعها اسامه محمد عاملها تشيب، لما عملها تشيب لمحمد سالم، مين اللي دخل ضغط كده على جوه؟ جمال عوده دخل يغطي جلال، بدل ما يطلع لبره راح عاملها بالعرض في 18. فجاه كاسونج لوحده، محدش ماسكه، العكس اتجاه الناس كلها. في الفتره دي كان طلع علي فرج قايم بدور الليبرو عشان يمسك الكوره، بغصب علي فرج بره، وجلال عوده عامل الكوره بالعرض جوه ال 18، بدل ما يلعبها لبره خارج ال 18 عملها بالعرض. كاسونج فجاه لقاها قدامه، راح طار بوش رجله، طار عشان يحطها في المرمى عكس اتجاه علي فرج، صدها راحت لمحمد سالم هدف. طيب معلش